ماشي. انت اصلا منين في ليبيا؟ طرابلس. انت قلت لي انت عملت كام عمليه قبل كده؟ عمليتين. في ليبيا ولا في مصر؟ لا، في تونس. في تونس. فين في تونس؟ في جابس. طيب احنا دلوقتي بعد العمليتين دول اللي مزعلنا من مناخيرنا البروز اللي موجود ده، والتنفس مضايقنا شويه، والارنبه ساقطه لقدام. ايه اكتر حاجه مضايقاكي في شكل الانف؟ البارز والارنبه وسقوط الارنبه. والتنفس اخباره ايه؟ اكيد مش كويس. مش كويس. حتى درت تقويم ما نجحش على خاطر التنفس مش تمام. لما عملت تقويم ما نجحش عشان التنفس مش كويس. تمام. انت مستعده؟ باذن الله. السلام عليكم. عمليات إعادة تجميل الأنف تظل واحدة من التحديات اللي بتقابلنا كجراح تجميل أنف. صديقتنا اللي شرفتنا النهارده من طرابلس من ليبيا قامت بعمليتين غير ناجحتين قبل كده في تونس زي ما شفنا مع بعض. هنشوف ايه التفاصيل اللي مزعلاها في شكل الانف وازاي هنشتغل عليها اثناء العمليه، وان شاء الله النهارده هنحاول نعمل تكنيك جديد مش هنستخدم فيه غضاريف من الاذن ولا غضاريف من الصدر، وهنستعمل فيه غرز جراحيه تجميليه كبديله عن الغضاريف المفقوده لاصلاح شكل الانف باذن الله. طبعا زي ما احنا شايفين شيء ملفت للانتباه جدا ان دي تكون النتيجه اللي وصلت لها بعد عمليتين سابقتين. لو جينا نبص هنا هنلاقي ان الحاجز الانفي تم استئصاله كليا من المكان ده، عشان كده في سقوط او غياب للتدعيم في ظهر الانف زي ما احنا شايفين، وفي نفس الوقت في بروز عظمي موجود في ظهر الانف. الانف لا زالت طويله، المسافه بين الشفه العلويه وارنبه الانف قصيره جدا، ارنبه الانف ساقطه لاسفل كثيرا، بتقع اثناء الضحك، عظام الانف من اعلى ما زالت عريضه الى حد ما. دعواتكم وننزل لكم النتيجه بعد العمليه مباشره ان شاء الله. شكرا لدعواتكم الجميله، توفيق ربنا في الحاله كان كبير جدا زي ما احنا شايفين. باستعمال ممدوح تكنيك قدرنا نوصل باذن الله ان احنا نعيد تدعيم الانف، ارنبه الانف، بعملية إعادة تجميل الأنف الوظيفي. تم نحت وتصغير الأنف ورفع الأرنبة باستعمال ممدوح تكنيك بدون اللجوء إلى استعمال غضاريف من الأذن أو من القفص الصدري للمريضة إن شاء الله. شكرا لدعواتكم الجميلة. إن شاء الله التقنية الجديدة تساهم في علاج المئات حول العالم بإذن الله. إن شاء الله صديقتنا هترجع إلى طرابلس في ليبيا بإذن الله بالأذن، بغضاريف الأذن بتاعتها كاملة وغضاريف القفص الصدري كاملة، وكمان بتستمتع بضحك اجمل وتنفس افضل بعد تجميل الانف الوظيفي باستعمال ممدوح تكنيك ان شاء الله. شكرا ليكم.